واش كنتي عارف ان دماغك كياكل راسو فاش كتحرمو من النعاس؟ ايه، هادشي ماشي غير هضره خاويه باش نخلعك. هذه حقيقه علميه مرعبه اكتشفوها العلماء سنه 2017 بقياده الدكتور شيل بيلسي في احدى المختبرات في ايطاليا. تخيل معايا هذا المشهد: بعد 72 ساعه بلا نوم كتبدا الخلايا ديال دماغك كتاكل راسها براسها بحال شي وحوش جيعانه. العلماء كيسميو هذه الظاهرة بالبلعامة الذاتية للخلايا العصبية. هاد البلعامة كتكون حالة عادية في الدماغ فاش كترتبط بالتنظيف ديالو من الخلايا الميتة، ولكن في حالة الحرمان من النوم كتولي انتحار عمدي تدريجي للدماغ. قبل ما نتعمقوا في غرائب وعجائب النوم، أجي نعاود لكم القصة ديال راندي غرادنر. سنة 1964 واحد الطالب أمريكي عنده 17 سنة حاول في تجربة مجنونة تحطيم الرقم القياسي في الاستيقاظ اللي دامت 11 يوم و25 دقيقة بلا ما يغمض عينيه، واخا غير 5 دقائق. ما كانش عارف أنه كيدير تجربة خطيرة ومروعة على دماغه. في اليوم الثالث ديالو بلا نوم بدات الهلاوس السمعية والبصرية، حتى أنه بدا كيشوف الأشجار في هيئة بشر. في اليوم السابع فقد القدرة على التمييز بين الواقع والخيال تماما. في اليوم 11 صاب بشلل مؤقت وفقدان في الذاكرة، ولا بحال الزومبي شده الرجافة وكيهلوس وجاه انهيار عصبي. والأسوأ أن الضرر ما كانش مؤقت، ولكن التأثيرات بقات مستمرة معاه لسنوات طويلة بعد التجربة. خلينا نفهمو كيفاش كيوقع هذا الكابوس البيولوجي، وشنو اللي كيخلي النوم أكثر أهمية من الأكل والشرب باش تبقى على قيد الحياة. استعد باش تكتشف أخطر الحقائق على النوم اللي غتخليك تعيد النظر في كل سهرة بعد هذا الفيديو. الحرمان من النوم كيساوي حرب دماغية داخلية انت في غنى عنها. واش كنتي عارف وفي هذه اللحظة بالضبط وانت كتسمع لهذا الفيديو دماغك يقدر يكون بدا كيدمر راسو بوحدو بطريقة مرعبة؟ اجي تسمع شنو كيوقع في الكواليس ديال راسك. المرحلة الأولى المعروفة بالتمرد الداخلي كتجيب بعد مرور 24 ساعة بلا نعاس. خلايا سميتها الميكروغليا كتخرج على السيطرة وكتولي بحال شي جيش متمرد كيهاجم بشراسة مراكز التواصل بين العصبونات وكياكلهم. الميكروغليا كتبدا تفرز واحد المادة سميتها الانترولوكين بيتا 1 اللي كتسبب الالتهاب وكتهيج نهايات الأعصاب الحساسة في أغشية الدماغ، وهذا الشيء هو اللي كيتسرم الحريق الراس قرب العينين فاش كتعطل على النوم. المرحلة 2 واللي كتجيب بعد مرور 72 ساعة بلا نعاس، فيها كتوقع المجزرة العصبية. كاين واحد البلاصة مهمة بزاف في المخ كتسمى الحصين، هي المخزين ديال الذكريات الجديدة. ولكن في هذه المرحلة دماغك كيبدا يفقد السيطرة على راسو وكأنك كتدفن كل ذكرى قبل ما تولد. خلايا الميكروغليا اللي كتخدم بحال عمال النظافة ديال الدماغ كتولي بحال عصابة متمردة كتفرز أنزيمات خطيرة كتقطع بها الروابط بين الخلايا العصبية، بحال إلا شي واحد قطع عليك خيوط الاتصالات في الدماغ. والمصيبة كل ساعة كتدوز بلا ما تنعس كتضيع فيها 1% من القدرة ديالك على تخزين الذكريات. يعني دماغك كيحاول يسجل المعلومات ولكن ما كيقدرش، بحال كتقرا في شي كتاب ومباشرة كتنسى السطر اللي قريتيه. دماغك ما بقاش كيخزن، غير كيتفرج ويمسح. وهذه رسالة فورية للتلاميذ والطلاب: النوم ثم النوم. المرحلة الثالثة بعد 7 أيام بلا نوم، انفجار دماغي ونقطة اللا عودة. في هذه المرحلة كتوقع واحد الفوضى كهربائية، الإشارات العصبية كتضطر لسلوك مسارات ملتوية وغير مباشرة. هذا الشيء اللي كيزيد من استهلاك طاقة كيميائية إضافية، توليد إشارات مشوشة، وأجزاء من الدماغ كتقطع عليها الضوء كتولي شبه ميتة ومظلمة. خلايا عصبية كتاكل في بعضياتها، روابط ذهنية كتذوب بحال الثلج، وكذلك الجدار اللي كيسميوه العلماء الحاجز الدموي الدماغي، الوقائي اللي كيعزل الدماغ على باقي الجسم وما كيسمحش السموم توصل ليه، كيبدا يتشقق وكتسرب ليه ايونات الكالسيوم ومواد بكتيرية والتهابية اللي كتنشط مستقبلات الألم. النتيجة ألم فظيع شبيه بالصداع النصفي، تقلب المزاج بشكل خطير، زيادة القلق والارتباك، عدم انتظام ضربات القلب، انهيارات عصبية. وهنا وللأسف الشديد كنكون وصلنا لنقطة اللا عودة اللي واخا حتى لو بديتي تنعس صعيب يرجع كل شيء كيف كان. ولكن بلاتي عندي لك واحد المفاجأة، كاينة مادة وحدة فقط إلا خديتيها قبل ما تنعس تقدر تصلح بها بزاف من هاد الدمار اللي وقع لك. المادة اللي تقدر تنقذ دماغك من الانتحار الذاتي
هي الميلاتونين الطبيعي. ما تسرعش وتقول عرفتيها، حيت السر ماشي في الماده بوحدها ولكن في كيفاش كتنتجها انت. الكابوس اللي ما كيهضروا ليكش عليه هو ملي كتسهر حتى ل2 ديال الصباح كتقتل 73% من الميلاتونين اللي خاصو يتصاوب ليله الغد. النتيجه دماغك كيحس بحاله الطوارئ بحال الا داخل في حرب. والمفاجاه الثانيه، الميلاتونين ماشي غير حبه ديال النعاس، هو المفتاح اللي كيعاون دماغك باش يصلح راسو. كيوقف هجوم الميكروغليا على الخلايا ديالك، كيعاود يصايب الثقوب اللي كيتخربوا في الذاكره ديالك، كينقي الدماغ من النفايات اللي تراكمات طول النهار. ولكن الطامه الكبرى، اغلب الحبوب اللي كيتباعوا في الصيدليات كيدمروا هاد الخدمه. علاش؟ حيت الجرعه خاطئه. الحل بسيط وفي يد كل واحد فينا. طفي الضوء القوي في 10 ديال الليل. وكنهضر حتى على الضوء ديال التليفون. كل شي حبات ديال اللوز قبل ما تنعس. دير 3 ديال التنفسات عميقه، كيزيد الانتاج ب40%.